الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين وسلم اللهم تسليما كثيرا. لازلنا مع وصف العمرة، ووصلنا إلى بيت الله الحرام حيث الركن الثاني وهو الطواف. هل يجب على المعتمر أن يذهب مباشرة إلى الكعبة بغير أن يذهب إلى فندقه أو منزله الذي ينزل فيه؟ لا يجب، يستحب فقط إن كان نشطا ويستطيع أن يؤدي المناسك بغير تعب بغير ملل، لأن المراد هو حج القلب وعمرة القلب، ليس المراد مجرد الجسم يتحرك واللسان يتكلم بغير وعي وبغير حضور قلب. فلا بأس أن تذهب إلى الفندق لتستريح وتستجم، تأخذ شيئا من الطعام، لا بأس ببعض النوم، لا بأس بتجديد الغسل حتى تستطيع أن تكون نشطا عند أداء العمرة. وقال العلماء إن دخول مكة يسن له الغسل، يعني إذا كنت تستطيع، هذا سنة وليس واجبا، أن تغتسل قبل دخول مكة فبها ونعمت وفيها ثواب. أين تغتسل؟ ممكن أن تغتسل في مطارات جدة وغيرها من مداخل الحرم الشريف، كل ذلك ميسر للحاج والحمد لله تعالى. فإذا وصلت إلى هناك ورأيت الكعبة المشرفة وتكحلت عينك برؤيتها، وخاصة في المرة الأولى، فلله تعالى أن يجيب دعوتك. إذا دعوت الله تعالى عند رؤية الكعبة لك أيها المعتمر هدية وجائزة عند الله تعالى بأن يجيب دعوتك عند أول رؤية للكعبة، عند وقع بصرك الأول على الكعبة المشرفة. ولتعلم أن النظر إلى الكعبة وحده عبادة، فعليك أيضا أيها المعتمر في طول فترة مكوثك في الحرم الشريف أن تكثر النظر، حتى ولو لم تقم للطواف ولا للصلاة، مجرد النظر إلى الكعبة عبادة. وفي أول وقع عينك على الكعبة المشرفة لك دعوة مستجابة. ثم عليك أن تذهب مباشرة إلى الكعبة لتبدأ الطواف من عند الحجر الأسود. الكعبة المشرفة لها أركان 4، ركن فيه الحجر الأسود، وقبله ركن يسمى الركن اليماني، ثم بعد الحجر الأسود الركن العراقي، وبعده الركن الشامي. 4 أركان. بداية الطواف تكون من عند الركن الذي فيه الحجر الأسود أو الحجر الأسعد الذي كان أبيض ثم سودته خطايا بني آدم، لأنه حجر من الجنة. عنده بداية الطواف وعنده نهاية الطواف. الطواف 7 طوفات، تبدأ بالحجر وتنتهي بالحجر، ويجب يشترط ولا يصح الطواف إلا إذا كان يسارك للكعبة المشرفة، فتطوف ويسارك للكعبة المشرفة. فإذا ذهبت إلى الحجر الأسود استلمته. ما معنى استلام الحجر الأسود؟ أن تلمسه بيدك كأنك تسلم عليه، تلمسه بيدك، تقبله إن استطعت، تسجد عليه إن استطعت، فإن لم تستطع تستلمه بشيء في يدك وتقبل يدك التي لمسته. إن لم تستطع أن تقبله بنفسك، تقبل يدك أو تقبل عصاك أو شمسيتك التي لمست بها هذا الحجر الشريف الذي هو من أحجار الجنة، والذي لولا ما لمسته خطايا بني آدم لما لمسه من ذي عاهة إلا برأ. تقول بسم الله الله أكبر عند الاستلام وأنت تقبله أو تستلمه، ثم تعطيه يسارك وتبدأ الطواف من عنده، بحيث يكون أمامك، تكون أنت خلفه، ثم تبدأ الطواف وأنت معطيه يسارك. تبدأ الطواف قبله وتتجاوزه، ثم تبدأ الطوفة الأولى تنتهي عند الحجر الأسود، وتكرر ذلك 7 مرات.
ويستحب ولا يجب أن تقول في بداية الطواف: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا مستحب وليس واجبا، لأنه ليس هناك ذكر واجب في العمرة في الطواف، حتى التلبية ليست واجبة، فإن تركها المعتمر أو المعتمرة عمرته صحيحة ولا شيء عليه، لكنها كلها مستحبات للمعتمر، إن أتى بها أثيب وإن لم يأتي بها فلا شيء عليه. ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى.